سنختم بوقفة مع اسم الرب جل وعلا. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أما اسم الله فهو يتعلق بالعبادات. كيف؟ في الأذان الله أكبر الله أكبر تأتي، ولا يقال مثلا الرب أكبر، وإنما يأتي اسم الله. الصلاة تستفتحها بالله أكبر. التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وكذلك أشياء كثيرة جدا في العبادة تتعلق باسم الله. أما في الدعاء فهو متعلق بربنا، ولذلك تجد هذا متكرر في الدعاء حتى في كتاب الله جل وعلا وحتى في آي القرآن. لذلك بالمناسبة ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، وهذا من اللطائف، أن من كرر دعاءه بربنا 5 مرات فهو حري بالإجابة. وأخذ هذا من أواخر سورة آل عمران، ثم قال بعد أن ذكر الله جل وعلا دعاء من دعا ربنا 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 5 مرات، ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: فاستجاب لهم ربهم. المقصود من هذا أيها الأحبة أن الإنسان يفتقر إلى خالقه وينادي سيده جل وعلا بمثل هذه الأسماء، ويلح على الله ويدعو دعاء الغريق، ويناجي ربه ليله ونهاره، ويفتقر إلى خالقه في جميع لحظات عمره. ولذلك الإنسان سبحان الله العظيم كلما نادى ربه وناجاه، وكلما استغاث بخالقه جل وعلا وتعلق به، أعطاه الله جل وعلا ما سأل وما لم يسأل. لذلك أختم بهذا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى جملة بديعة مع قصرها، إلا أن فيها نفائس لا يعلم بها إلا ربنا جل وعلا. يقول: الرب وهو الله أكرم ما تكون عليه، أحوج ما تكون إليه. كلما كنت محتاجا إلى الله كلما كنت كريما عند الله، فالله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.